السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني والله الواحد ما مصدق ذاته انه رجع، وما عارف رجع كيف، وما عارف ده الموسم الكم. يعني في يوم وليلة لقينا الشباب كلهم قاعدين في مصر، فقررنا ان احنا نبدا سيزون جديد بغض النظر عن هو كم في مصر. فان شاء الله الغويش راجعة بافكار جديدة، بمطاعم كثيرة، بمحتوى يعني اكثر من اللي كان في السودان، وربنا يرجع السودان ان شاء الله. والله يعني ان شاء الله نتمنى زي ما احنا يعني بدينا هنا في مصر نرجع نعيده تاني في السودان ان شاء الله بطريقه احسن، وان شاء الله زي ما اي شيء كده قام في 5 دقائق الدنيا جاطت ان شاء الله ربنا قادر انه يصلحها كلها في 5 دقائق وربنا يسهل. سلام ابراهيم. السلام حبيبي والله يا معلم. يلا احنا طبعا قلنا نبدا انا قعدت افكر بيني وبين نفسي ومع الشباب، قلنا هو نبدا بعد الحلقه نبدا نعمل شنو، وهنا الاكل في مصر كثير كثير شديد. فاحنا قلنا الحلقه الاولى دي تكون دعم للاسر. طبعا انتم عارفين انه في اسر كثيره جات من السودان وفتحوا بزنس هنا واكلوا هنا، ودايرين الناس تدعموهم، ودايرين انكم انتم برضه تدعموهم. وفي نفس الوقت يعني معلش قطعت كلامك في نفس الوقت اشتقنا لك للسودان صراحه يعني هو يعني اشتقنا جد يا شباب، يعني احنا اغلبنا قاعدين على الزاويه يعني النكهات دي الريحه زايد وتشم الريحه ساي بتدمر، والله العظيم بتدمر. احنا شامين الريحه ورا الكاميرا يعني. فاحنا قلنا نبدا دعم للاسر دي، شوف عشان لكن بس معلش يعني قبل ما نبدا انت ما ناسي حاجه؟ ليش شنو؟ مرحبا بكم. هنا الغويز حاصل شنو؟ طبعا يا شباب نزلنا في حساباتنا في الانستغرام دايرين متاجر ودايرين ناس عندها اكل سوداني واسر منتجه هنا في مصر، فكتار رسلوا لنا. انا صراحه اخترتها جزء وتيجي اختار جزء، في ناس من اللي اخترناها برضه ادونا صوت يعني. وان شاء الله يا جماعه ان شاء الله يا جماعه يكون في بارتو لانه العدد كان كبير شديد احنا لازم صراحه. فنعتذر للناس ما اخترناكم ان شاء الله في السيزون الجاي، ما السيزون الجاي قصدي الحلقه الجايه ان شاء الله. طب يا مهند حنبدا بشنو مبدئيا كده؟ ما يلا ابراهيم انا قلت لك انا لي سنه بصح لك ان انا داير اكل سوداني، فانا مبدئيا يعني في اكل سوداني على فكره يا شباب. انا ما اعرف، انا صراحه الموضوع ده كله قام به وهنه وانا بس يعني انا ما اعرف شيء والله. مانجر انت بتذلنا يعني ولا شنو فاهم؟ مانجر صوتوني في كتار صوتوني. مش لازم يكون عندك شخصيه كده زي رجالي زي خيري زي ناس كده عندك شخصيه. يلا في يعني الموضوع فيه ملاحات، فيه كسره، فيه شطه. يا سلام يا في حلا ده اخر شيء. يلا انا شباب احنا طبعا طورنا الحلقه السيزون ده انتوا حتشوفوا جنان يا شباب. الحركه دي رايك في الحلقه دي يا شباب؟ تطور مجانين اللي احنا تطور ملحوظ. طيب بسم الله. مبدئيا مكتوب كلام في الكيس. اول شيء بدي قبل الكلام صراحه يعني يا جماعه والله يعني دي الاسر منتجه ناس في البيت يعني كده قاعدين وقررنا نفتح مشروع مع بعض. عامل الكيس كيف يا شباب؟ تعرف الاسر المنتجه انه الناس بتطبخ في البيت وفاتحه بيه بزنس. هي على فكره ممكن ما تجيب الكيس ده، ما مطلوب منك تجيب الكيس ده، في النهايه توصل من وقت تجيب كيس من الدكان عادي تخطيه. لكن خلينا نشوف الثاني. يلا ده حنك. انا قاعد انا مبدئيا كده انت حتشوفه انا ذاتي هنسوي ثاني. لكن الريحه جميله يا اخي مبدئيا كده. طيب انا عشان اوريكم المتجر. شوف يا جماعه انا صراحه ما شاء الله والله البنات للمأكولات السودانيه ارقامهم حتتخطى طبعا، حساباتهم حتتخطى من حسابات. هنا شوف خد هنا حساب وهنا حساب. الارقام معلش تعبتك يا المنتج يعني معلش والله. وحنوريكم الاكل طبعا في حال ان انت مثلا تقدر تطلب ولا كده، حنوريك ايش التفاصيل كامله. يا سلام يا اخ. اول شيء مبدئيا انت شامم الريحه؟ يعني انا شاعر انا شامم ريحه الخرطوم هنا حاليا. انا قاعد اشعر حنين للوالده. يعني حتى اسم المتجر ام البنات للمأكولات السودانيه، يعني احتواء وملاحة. يلا شوف انا مقدر مشاعرك لكن ممكن ناكل؟ راح تفضل طوالي. داير في شطه هنا ممتاز جدا. بالك شويه بس شويه كفايه. انا والله اللحظه دي انت عارف انا لي 7 طبعا شباب انا يعني دايته كده اول شيء لازم تبدا بتسلك بطنك اول شيء. فاهم علي. يلا دايت شنو؟ دايت الكسره والزيت وده دايت شنو؟ والله يا جماعه 7 شهور انا منتظر اللحظه دي. 7 شهور انا بعيد عن الاهل والغربه، منتظر لي كسره، منتظر. اسمعك في ذاك الكاميرا. والله العظيم والله العظيم في التصوير كلهم دايرين ياكلوا. تفضل يا جماعه في التصوير ممكن تفضل. تعال يا شباب. ما كل يوم الشيخ خش منور والله يا شباب. احنا قاعدين نقول خير هنا خير ها؟ يا شباب طيب التصوير يا شباب يا شباب شكرا يا خالد والله غديتينا كلنا. شكرا لك يا خالد. الله يفتح عليكم حال ما تمشي. الله خلاص الصحن اديني الشطه يا عمر عليك الله. الشطه لا ولد لقمه جيب الشطه يا عمر. انا 7 شهور منتظر الكسره. يا عمر عليك الله عمر. حق سلك وبعدين على فكره الجيم صار فيه بالمناسبه. والدينا في سياده الحرب لا حساب بعد الكسر دي انا كله حاطه والله هزم ثاني. البعد طبعا يا شباب الاكل القاعده هنا دي حرفيا اكلتي المفضله يعني صراحه اكلتي السودانيه المفضله. طيب يا سلام. طبعا انا نبهت على كل متجر ادينا ورقه كذا فيها التفاصيل. طيب حوش الاقاشه يا سلام. ما يعني ان احنا عندنا اقاشه. يا الله فيها اكبر. اقاشه فراخ. يا سلام. فيها اقاشه لحم. يا سلام. توصيل لجميع القاهره. الله
اكبر يا اخي، يعني انت حلقاتك صح يا اخي، انت معلق، تنفع معلق على دي فكره. الحلقات الصح. ما شاء الله والله. اكيد ما شاء الله. سوداني. شوفوا هسه هو مقفول عن الحركه دي. طيب يا شباب يعني صراحه ده اكثر حاجه انا متحمس لها في الحلقه صراحه. يا شيخ الذي يعد احد افضل الوجبات السودانيه بالنسبه لنا، انا ما اعرف يعني صراحه في ربع النهائي البرنامج حق الشباب ده انا ما اعرف يعني. لكن صراحه برنامج جميل والله، استمتعت والله. برنامج جميل والله. انا اقول الفاز منه ولا خلي الناس يحضروها؟ لا خلي الناس تحضر. اتمنى تيجوا تحضروها يا شباب، والليله برضه هو الليله ولا 200 المهم في حلقه جايه جديده ترقبوا يعني ان شاء الله. قاشي ده فراخ ولا لحمه ما اعرف. فراخ. يلا بس صراحه ما جا ليمون، ما في ليمون. ابدا شنو والله العظيم انا صراحه انا اللي قاشي ده ما بتاكل بعيش، انا دي فكرتي. يلا انا بحب العيش عشان اشبع، فهمت؟ انت لا ما تكون جاي مفلس. انت ما جاي تشبع. لا هو انا شوف صراحه جاي اشبع، بايدي انا جاي اشبع. ده كله براك، كله براك. قول والله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء مبدئيا يا جماعه انا شباب تدري انه اللي قاشي يعني متعامل بطريقه رهيبه يعني. لا والله يعني كمان مسؤول جميل صراحه. خيري خلينا نصور. كيلو يا اخي يا شباب هنا يعني في يلا الطحينه الدفه كده عشان هو بس بتاع الدليفري يا شباب. شوف يا المجال جماعه اللي تحصل دي. لكن ما بقدر الومهم والله انت صراحه. قاعد تاكل من خيرنا. ده اسمه دخل حوش القاشيه والله. ده اسالك سؤال، هل انت يعني ممكن تطلب الحاجه دي ثاني؟ اكيد جد والله اكيد يعني ان شاء الله. يعني كل اسبوع كده اسبوع ونص بتجيني لهفه. انا والله على فكره كنت في السودان والله كل يوم كنت باكل قاشي. انا مستعد اكل كل يوم لان كل واحد قاعد يقدم. بعدين القاشي ده يعني حاجه اضافه فيه انه داروا يعني قروش كثير بتلقاه، رخيص بتلقاه لكل الطبقات. لا لكن انا شخصيا كده انت صحيح سؤال السؤال يعني جد مطعم المفضل في السودان بتاع القاشي شنو؟ صراحه ود البيض. اول شيء يا شباب يعني ما شاء الله دي حاجه اولى. حاجه ثانيه يا شباب صراحه ان احنا هنوقف لانه حنظم المتاجر الثانيه لو والله كملنا. يا قاشي يعني فيه كده تتبيله متبل عين والله. الصحون اللي هتجيبها عليكم دي خلوا لي منها بجد. اتمنى يعني. المهم يا شباب هسه حنمشي نشوف الهنايه الثانيه شنو. برضه اخذت لكم المتجر حساباتهم التفاصيل حقتهم كلها. ما قلت حقه اتكلم شويه. على فكره احنا قلنا كده تقدر تاكل، احنا قلنا كده عشان نقدر ناكل، حنوقف حناكل. يلا قطع من هنا قطعه. جيب العيشه دي يا حبيبنا. ده شنو يا شيخ؟ ما قريب على الكوره دي انا. انتوا الكرة دي حقت ربع النهائي يا عمر؟ ها؟ يلا دي فوضى، دي كم جالس فينا برنامجين من برنامج، دي فوضى. معلش الدنيا حاليا. نسوي بها قرعة عشان ناكل بها احنا. الناس نسوا المايكات حياتها كلها هناك في بري. الناس ظروف الناس غدروا ظروف. المتجر الثالث يا شيخ. لكن انا مستمتع على الاقل جد ما من احد حلقات الصور. المتجر الثالث اسمه شنو؟ اسمه الاكله اسمها شنو؟ والله ما اقدر اقول. اسمها شنو؟ اسمها زغني. شنو؟ كيف اختلفت؟ انا بقول زقني، انا من السعوديه بقول زقني. على فكره انا ما انترستد شديد بالاكلات اللي ما سودانيه. يلا هي صراحه هنا في مصر لو انت يعني لكن هي محبوبه حتى في السودان محبوبه يعني عندها. فكرت ان انت داير الزينه ما حتلقى مطعم، انا صراحه ما اعرف مطعم فانا قلت اجيبه ليك. على فكره دي اول مره في حياتي انا اكله. وحتذوق حسي وحيطلع ممتع. جيبوا لنا الزغينه ده. كلمه لا ابو صلاح. الله يعني والله شكرا لك جد ربنا يحفظك والله. طبعا يا شباب ده المتجر الثالث وصراحه كده يا جماعه الريحه تتحدث يعني. انت عمرك ما اكلت الزغينه ده صح؟ ولكن صراحه بعد ما شميت الريحه ندمت يعني. يلا انا اقول لك جبته ليه؟ بتاع القراص زوطني. ايوه فانا قمت جبت حاجه شبيهه للقراص. يلا من اساسيات الزغنه انه فيه بيض مسلوق. سبحان الله. الله. المعلومه حتى لو ما بيض كفايه انت قاعد يعني. اساعدك خليني اساعدك ممكن اساعدك على فكره عادي. ولكن مش بيتعامل باللحم. يا سلام. ممكن يتعامل لحمه دياي. لا انا صراحه هو حقيقي بيتعامل بالدجاج اصلا. اول لكن مره انا امي مره جربت عملت لحم ويا ريت ما لا سبحان الله مرضى في امي يا انا ريت ما صراحة. أجرب. سبحان الله مرضى فوقها. لا لو دجاج وبيض مكونات. اخذ ثاني ولا خلاص خذ كيس. كفايه. شباب شوف احنا هناكل طوالي لانه احنا تكلمنا كثير شديد صراحه. لكن مبدئيا انا كده مستعد، انا بخليك انت تجرب اول تديني انطباعك الاول. في بهارات هنديه، في ريحه بهارات هنديه صراحه. حبشيه. لا انا عنده انترست في الاكل الهندي فعشان كده. طيب ما تفلسف عليك الله. أوكي. شنو؟ جاب شنو الهند الحبشي جاب شنو؟ فين يطلع كلامك صعب انت كله. على فكره والله يجي في ريحه بهارات. يلا دق عين شلك. يلا لا انت خليني اذوق انا بذوق براحتي. كده يلا شوف. طلعت شلك بيضه لازم والله زقنا دروس. شيل بيضه شيل دقيقه دجاج وين يا شيخ؟ والله صراحه طعمه حلو والله. انا ذقته من دون اي طعمه حلو صراحه يعني. كنت من دون شيء. على فكره يجي يا جماعه والله ان شاء الله ما يكون حار. في ريحه لا اي والله حبه شنو ده؟ بالعافيه. والله صراحه يعني انا ما اعرف انا يا اني طولت منه
لكن ده والله العظيم جميل يا شباب. احسن من زقن امي، كان احترامي لامي والله العظيم. والله عندي عملت مرة هذا بحياتي. وعملته باللحمه. يعني اسمها صراحه يا شباب والله جميل والله، يعني جد جميل. لا انا بالنسبه لي خيار بديل انه انت ما عندك قراصه. يلا العيش حقهم ده، يلا بيميز الزقن العيش حقهم ده. دي اسمه انجيره. بس منه؟ انجيره. يلا انجير ده عاصمه. يلا هم على فكره يعني الناس اللي احنا مثلا بنستخدم العيش الكسره كده، يلا هم بيستخدموا ده في كل الاكلات اغلبها يعني، على حسب ما وصلتني من ورا الكواليس يعني، واتمنى تكون معلومه انت صحيحه. غششوك المعلومه دي؟ ايوه غششوك. انا اللي عارف انه الانجير دي للزقني، انا عارف انه هو العيش الرسمي للحبشه. اذا عندنا متابعين من الحبشه ورونا. طبعا يا جماعه احنا طبعا اتطورنا يعني، السيزون ده في تطور، كل حلقه حيكون في سؤال المغتربين، الناس اللي قاعدين برا السودان من زمان، وهسه احنا كلنا بقينا مغتربين. لكن يا الخرطوم يا عندي جمال. صوتك جميل عليك والله. الله ابيض واصفر، عليك الله. صوتك جميل واصل والله. صوتك جميل. واصل. اقول للسؤال انت اخترقت قلبي بالاغنيه، اخترقت قلبي عديل. بما الناس المغتربين اللي قاعدين برا اكثر اكل اشتقت لها شنو؟ صراحه انت كمغترب، انت تعتبر مغترب قاعد في مصر يعني، اكثر اكل اشتقت لها شنو؟ صراحه يعني جد قراصه بالدمعه، لا قراصه بالويكه حقت حبوبتي. طبعا سمعت ما يزول حقت حبوبتي بس. ان شاء الله. حجه فاطمه يا اخي. ربنا يحفظها لك ان شاء الله طول في عمرها يا اخ، وربنا يجمعنا كلنا في ساعه خير يعني. انا صراحه سمعت على قراصه حبوبتك كثير، انه هي سمعت وين؟ انت قول اخوك قال انه يعني بتسوي القراصه بطريقه رهيبه. انت اشتقت لا قصدي بطريقه غريبه. ما هو كلام خلاص. انت مش قلت كده، انت مش قلت كده في الربع النهائي؟ رفيع بطريقه رفيعه، كت ديكي طريقه رفيعه. انت شافك طولت واستمتعت. دايرين ما انت تتكلم عادي انت داير والله العظيم الصح انت ما يفرق مين اللي تتكلم. قول داير. دايرين قولوا هاي اربعه. داير اسمه اربعه. ما سامع تعال تفضل يا شباب. مبدئيا كده رايك شنو عليك؟ والله صراحه بدي يعني هو صراحه شوف مبدئيا كده ما شاء الله تبارك الله، هو من وشك ظاهر انه حلو ما شاء الله. انا مبشر للدرجه دي. شديد والله. لا انتم بتعرفوني يعني لكن بديل ممتاز للقراصه صراحه يعني. والله شباب يعني واحد مبسوط انه قاعد يشوف الحياه دي بسواء سودانيين وبرا البلد. اكل دسم كذا اكل صح يا جماعه فكره والله يجهز الاكل ده كله حلو، والله انا ما يعني انا حلفت لكم الاكل ده كله حلو يجهز. انا ما فاكر، انا ايماني انه ما فاكر بيطلع من البيت بيكون سيء. بالضبط كده، نظيف وصحي وحلو وكل شيء. هاي صح هو صحي ما لاقي على اشكالنا، لكن يعني هو الاكل جميل صراحه جد. شوف طبعا دي الحقيقه، لكن تشوف المتجر اللي بعد شنو. طبعا يا جماعه احنا قبل يعني من لذه الاكل والريحه نسينا اصلا نقدم المتجر جد والله. قاعد اكل في ورقه وانا ما انتبهت لها. الزقني الجميل ده كان من ام عمر للزقني. كل شيء يا جماعه اخذت لكم التواصل كلها هنا، الرقم قاعده هنا ارقام كلها طلب للناس اللي عايزه تطلب. وبعدين في معلومه جميله مكتوب تحت اسم العيش، انا ما عارف انه انجيره ولا انجيره. والله صراحه ام عمر شكرا. زغني جميل جدا. ان شاء الله ربنا يفتح عليكم كلكم ربنا يفتح عليكم ان شاء الله يا رب. شوف اللي بعده. نشوف اللي بعده. حلويات بعد. حرك لك انت ولا شنو؟ اي حلو امدحها. شوف هنا شوف هنا شوف يا جماعه. على فكره احنا قاعدين ناكل يا شباب. شوف هنا. دي ما حقيقتكم. عشان تعرف يا شباب انه الوزن ما كل شيء، احنا على فكره دائما يا جماعه كل مره بنذوق هم اللي بياكلوا. احنا ما قاعد ناكل على فكره، احنا ما قاعد ناكل يجي حاجه. طبعا يا جماعه ده المتجر الرابع، وصراحه يا شباب انا كل مره قاعد انصدم من الباكجينج ومن الحاجات، يعني انت مطلوب منك انه انت زول في البيت تسوي الحياه دي، فبجد يعني شكرا يعني. شوف يا جماعه لوجو هنا، الحاجه على فكره يا جماعه بتكلف يعني جد. حلويات صح؟ حلويات سويت جاليري. يا سلام. خدتين حسابهم بتاع تويتر، خدتين حسابهم بتاع انستغرام. كريت عين ده يعني انت لاحظ انه ده في البيت، انت لاحظ انا شفته قبل كده، انا اعتقد في السودان اكلناه تقريبا. يا جماعه انا الباكجينج الرائع ده يا سلام، لوتس وحاجات اوريو ما شاء الله تبارك الله يعني. وده هنا كوكيز هنا برضه كاتب لك يفضل ما شاء الله. محتفل ما شاء الله والله ما شاء الله. طبعا يا شباب الناس اسي ورا الفيديو في جنان قاعد يحصل هنا ورا الكواليس، قاعد يعمل كده انجزوا. شال بطوله شكلي. ما في ورقه هنا مكتوب شنو؟ يفضل تسخينه. ولو يعني صراحه يا شباب تفاصيل ديتيل صغيره يعني دي يعني جد حاجه ممتازه يا جماعه. بعدين على فكره زي دي ممكن تطلب منهم لو عندك عرس مناسبات. والله بيفيدوك في اي حاجه جدد يا جماعه يعني ما شاء الله. شباب على فكره اغلب المتاجر دي انتم ممكن تستفيدوا منها يعني، في عندكم مناسبات تتصلوا لهم ما حيقصروا معاكم اي حاجه تقريبا في اي حاجه. فجد يا جماعه يعني ما شاء الله. اوه يعني والله العظيم والله منظر. انت قاعد تتخيل ان الحاجه دي معموله في البيت؟ والله العظيم بيبكي. الحاجه دي معموله في البيت انا يعني. قبل قاعد افكر، انا قاعد استوعب الحاجه دي كيف اتعملت في البيت.
ما شاء الله. انا نفسي ادوق صراحه يعني. ما شاء الله. ما شاء الله جد ما شاء الله. شنو دخل شنو؟ ما شاء الله والله. انا صراحه متحمس لدي. انا متحمس لهم كلهم والله، متحمس لهم كلهم صراحه. تفضل يا هي لكن لاحظ بالبر قالت الشيخ انا ما لي الكلام. قال يفضل ساخنه. هسه احنا ناكل ولا لا يا جماعه؟ ما مجنون النظافه ده. مجنون النظافه دماغ امي. انت يعني هو المفروض كان انا تستنى. اكلتها من قبل التصوير، ما انا ما قدرت والله العظيم ما قدرت. يلا انت ما قاعد تاكل بلا شام. دي فوضى. يلا هي صراحه ممتعه. يلا دي فوضى. قص جيب لك سكينه. انت احنا ساكن في شرقنيك الله سكر اشتراك كا عليه شكر يا عليله. طبعا يا شباب هنا ده كوكيز طبعا اكيد يعني. انا كوكيز كندر، انت جرب اللوتس. والله ما بقدر، على فكره الحلويات بتضرني جد اسناني جد. هي ضرتني ده حال. انت شايف ده بعد ما ضرتني. انا كمشاهد استوعب الحاجه دي كيف بس يعني كمشاهد يعني. انت ما خليتني اكمل الكلام. بتضرني كاسنان ما كويسين. دوق انا دكتور اسنان بعالجك. والله اسناني بتجوز جدا. ما طيب بعالجك انا يا جماعه انا حشوه. الضباط تستمتع معنا، تستمتع الضباط تستمتع. الحياة دي بجد يعني هي جميلة واي شيء، لكن كمان بجد محتاج يتسخن، واحنا يعني على فكره بس دي اللي محتاج يتسخن. يتسخن. حقنا سرقوه دي المفروض تليهم برضه. دي لا بس دي والله دي كده حلوه، وبعدين هي بيعتمد من زول للثاني، عرفت انت بتحبها هوت انا بحبها كولد. يلا دي بارده. ده شكله كسر باللوتس شكله على حسب ما انا شايف، ولا انا حبتها ساي ابو هبيده والله. يلا ده بجد حاجة باردة. طبعا اتوقع الناس كلهم فهموا انا كنت عاوز اقول شيء. الشيخ جميل يا جماعه ما عندكم نصيب معلش. والله مركب. والله يعني عادي. شباب ده ما قدمته ده تقريبا شوف هو حلا اوريو، فيه بسكويت، فيه كيك، وفي حاجه بارده تقريبا بالقهوه البندق. يلا يا جماعه انا عاوز اقول حاجه جد انتوا هتصدموا من المعلومه دي. والله العظيم ده من احلى الحاجات اللي انا اكلها في حياتي، والله صراحه من بحليك ناحيه حلويات والله من احلى الحلويات اللي انا اكلها في حياتي والله جد. ما عندكم نصيب من الحاجات. الشيخ هذا تقول لي شباب احنا تقريبا هسه خلصنا، بقى اخر حاجه حنجربها بس. معلش لخبطه. طبعا يا شباب ده المتجر الاخير هنا طقه هنيه يا جماعه صراحه يعني الكرت جميل والريحه الحلقه كلها طقه هنيه كلها جميله. كلها وبعدين على فكره عملنا انت جد يعني حسيت ضعيفتك قبل شويه بعد الحلقه. والله ده انا حاسس صحتك كويس انت. خلاص يا مهند ممكن نور الناس اللي تفضل. طبعا ده يعني مالح وحلو، يعني طقه هنيه جمعت بين الاثنين، فجايبه لنا سينابون اوريو ومعصوب مكرونه بالبشاميل غالبا. فطبعا اكيد هنبدا بالبشاميل. يا جماعه ما شاء الله والله انا ما عرفت اقطع دي بالدجاج ما لها مفروم على ما اعتقد، يعني ما اعرف بالدجاج ما لها مفروم، دي حاجه يعني مختلفه شويه. دجاج صح؟ يلا ممكن انت تمسك الجانب الحلو عشان انا اسناني وانا ادي المكرونه دي اقوم بيها. صراحه صعبه، انا ممكن امسكهم معاك الاثنين، اقوم هنا واقوم هنا. يا شيخ مهند استهدى بالله احنا بحلقه قاعدين نصور. والله يا ابراهيم نفسي بجد انا اسناني بتجوع. يعني انت ما تقوم هنا؟ ليه يا مهند يا اخي انت ما تقوم هنا يا اخي؟ بشيل واحده لا خلاص انت كنت اسنانك خلاص. طبعا يا شباب احنا لحد ما ده يخلص يعني ادونا ساعتين كده وهنبدا فيه. والله شوف والله عظيم حلو. معصوب اجيب بس ناقص قشطه بس. في تمر في بس ناقص قشطه جدا. ما مش كان في قشطه جوا غيري؟ وبيكون عشان الوقت على فكره بيكون عشان الوقت والله نسيت. لا والله صراحه بالقشطه حيكون لوحه. والله كده رهيب يعني جد. الحين فيه طعم معصوب. ده هو محسوب اصلا. هو ناقص قشطه. اكيد هو محسوب. دي صراحه اخر حاجه في الحلقه، انا لو اكلت شيء بعدها ممكن اموت. بعد الشر حلويات كانت مليت خنقت حلويات خنقت. الغداء وين طيب؟ لغاويس يعني جميله لغاويس. لا موسم دي صراحه مجنونه يعني على فكره يا شباب. انا ما ادري احمسكم ساي، لكن ان شاء الله انتم حتشوفوا موسم يعني ان شاء الله رهيب باذن الله تعالى. حيكون في اوت دور كثير يعني على حسب وعد الشباب اللي ورا الكاميرا انه حيكون في اوت دور كده، بس ما يكون في اوت دور بس. الحلقه دايره تشوفوا شنو يا شباب يعني جد. انت شنانه؟ طيب يا الشباب وانا انت ما شاء الله شكلك انت كلهم الشباب كلهم ما شاء الله. ولا زلمه في انستا شباب والله العظيم حلو. شوف انا بقول والله العظيم انا والله العظيم هو جد حلو. حلفت الليله كثير والله ايش قاعد يقول هنا صح. والله صراحه يعني هو جميل واي شيء، لكن انا خنقت من الحلويات صراحه يعني
اكلت حلويات كثير لكن ترجعني طيب تكسفني اخر لقمه. بالعافيه. طبعا يا شباب يعني هنا واضح انه احنا وصلنا نهايه حلقتنا، واضح يعني ما يحتاج اقول. استمتعت؟ 7 كيلو زايد. بالعافيه والله بالعافيه يعني عظيم يا جماعه، يعني كلمه شكر لكل متجر ولكل اسره شاركت واجتهدت وتعبت وجابت لنا الاكل ده. الاكل كله جميل. ان شاء الله نكون يعني رجعنا شويه من المجهود حقكم ده. ان شاء الله الناس كلها، اتمنى دي كلمه للناس، يعني كلمه للناس اللي بتحضر، يعني انتم محتاجين اكل سوداني واكل بيت، عارفكم عزابه اكثركم عزابه، فما تقصروا، ادعموا المتاجر دي ان شاء الله لقدام يكون في حلقات ثانيه. بجد يا جماعه جد يعني احنا والله يعني هو ما كسرت رجلي، لكن احنا استمتعنا بالحلقه دي، يعني من اكثر حلقات انا استمتعت فيها شخصيا كده يعني صراحه. زدنا فيها كيلوات والله يعني جد اكل ممتع ونظيف، وبجد قاعد تاكل اكل كده اكل بيت يعني. وشكرا انهم اصلا يعني الظروف حقت الحرب دي كلها جو فكروا انه يسووا مشروع هنا وينجحوا، وان شاء الله يعني ربنا يفتح علينا كلنا ورجع السودان زي ما كان يعني. دي بدايتنا في مصر، ان شاء الله في حلقات قادمه حيكون في مفاجآت كثيره ان شاء الله، محتوى كثير، بس انتوا ورونا الحلقه الجايه دايرين شنو يعني. اكتبوا لنا تحت، انتوا ورونا دايرين شنو. ما تنسونا يا شباب من اللايك والشير والكومنت. وقبل نهايه الحلقه تقول شنو يا مهند؟ اقول باقي لك الجو ده انا بصمت. يلا يا شباب، سلام.